7 حاجات بتمنع الرزق حاول تبعد عنها. اول حاجه هي قطع الارحام. حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: من سره ان يبسط عليه رزقه ينسى في اثره فليصل رحمه. تاني حاجه قله السعي على الرزق، بمعنى افضل متكاسل ومقصر في شغلي اقعد اقول ان ربنا كاتب لي رزقي بدون سعي. ربك بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تالت حاجة الربا. رابع حاجة الذنوب والمعاصي. والله العظيم الذنوب والمعاصي في حياتك كلها دي ضيق في الرزق وحرمان من خير وبركة ربنا. خامس حاجة عدم التوكل على الله، بمعنى انك انت يعجبك دماغك وتعرف تجيب القرش منين، فانت تثق في نفسك بالزيادة عن اللزوم وتنسى خالص ان الامر بصاحب الامر. سادس الحاجة المكسب الحرام. المكسب الحرام انك انت تزود في اسعار مادة او حاجة معينة او سلعة معينة الناس محتاجاها وانت تزود في سعرها وتستغل حاجة الناس في سابع واخر حاجة اداء الحقوق الماليه، يعني ولا بتدفع صدقه ولا بتدفع زكاه، ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.